أشياء لا تحدث إلا بالصين. الصين أكبر دول العالم كثافة بالسكان، وثاني أكبر اقتصاد عالمي، ونشأت بها أقدم الحضارات الإنسانية، وتحتل لغتها المرتبة الأولى في العالم. والصين مليئة بالتناقضات الصارخة والعجائب والغرائب. أغلب الشعب الصيني يشربون مياه ملوثة، بالرغم من أن الصين تحتوي خمس سكان العالم، إلا أنها لا تحوي سوى 7% من مصادر المياه في العالم، و75% من هذه المصادر ملوثة. لهذا يشرب 700 مليون صيني يوميا مياه ملوثة. الصين تنتج نصف ما يحتويه العالم من المنتجات غير الأصلية، مثل الأسطوانات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. لهذا 50% من المنتجات المزيفة حول العالم تأتي من الصين. الصين تقوم بعمليات إعدام تفوق ما يقوم به العالم مجتمعا، وتتحدث التقارير السرية عن 6000 عملية إعدام سنويا، لدرجة أن الشرطة الصينية تملك عربات متنقلة تقوم بعمليات الإعدام في الطرقات. الجيش الصيني يفوق مرة ونصف عدد الجيش الأمريكي. يبلغ تعداد الجيش الصيني 3,400,000 عسكري، في حين يبلغ تعداد الجيش الأمريكي 1,400,000. تشير الدلائل أن الصين تملك سلاح سري يمكنها تدمير ناقلة الطائرات الأمريكية العملاقة دون ردعها من أمريكا. إذا كان استهلاك المواطن الصيني من البترول يساوي استهلاك المواطن الأمريكي، سيحتاج العالم إلى 7 مملكات عربية سعودية لتغطية احتياجاتهم. المسلمين في الصين يفوق عددهم مسلمي دول الخليج مجتمعين، حيث يوجد الآن 60 مليون مسلم صيني، وقريبا ستصبح الصين من الدول التي تحوي أكبر عدد من المسلمين في العالم. مستخدمي الإنترنت في الصين يفوقون عدد سكان الوطن العربي مجتمعا ب340 مليون مستخدم. ليس هذا فقط، بل يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية ما يقارب 600 مليون شخص. الصين تستهلك من الفولاذ ما يفوق ضعف استهلاك أمريكا وأوروبا واليابان مجتمعين. تصوروا أن الطلب على الفولاذ في الصين وحدها وصل إلى 550 مليون طن من الفولاذ، بينما بلغ في الولايات المتحدة 68 مليون طن. بحلول العام 2050 ستكون الصين قد أكملت بناء 40 مليون متر مربع من المدن الجديدة. ستحوي هذه المدن حوالي 5 ملايين مبنى، وسيكون 50,000 من هذه المباني ناطحات سحاب، أي أننا نتحدث عن 10 مدن جديدة مثل مدينة نيويورك الأمريكية. في العام 2030 سيزيد عدد سكان الصين 350 مليون نسمة، أي أن الزيادة وحدها تفوق تعداد سكان الوطن العربي مجتمعا من المحيط إلى الخليج. الصين مشهورة بأكل الحشرات والزواحف وبعض الأكلات العجيبة الأخرى، يتم إعدادها في كبرى المطاعم الصينية مع إضافة التوابل والبهار لها. أما الحلا فهو مختلف تماما، لابد أن يكون متميز، فيوجد حلوى الإسكندر، وهي عبارة عن مخ الخروف مع السكر والدقيق وبعض المنكهات الحلوة.